قدام مدخل إحدى المقابر الشهيرة في ولاية من الولايات الأمريكية كان في تمثال للسيد المسيح مصلوب على الصليب. التمثال ده كان معمول من حوالي 400 كيلو برونز وكان طوله تقريبا 4 متر ونص. التمثال ده اتعمل واتحط قدام مدخل المقابر دي سنة 1930، ووصلت تكلفة صنع التمثال ده $10,000 وقتها. وفضل التمثال موجود مكانه لأكتر من 50 سنة لحد ما قرروا مجموعة من اللصوص إن هم يخلعوه من مكانه ويسرقوه. الشرطة اكتشفت إن اللي سرقوا التمثال قطعوه حتت علشان يقدروا يبيعوه كقطع من البرونز. هم للأسف ما شافوش فيه قيمة غير كده، والتمثال اللي كان معمول سنة 1930 ب$10,000 بيتباع بعدها ب50 سنة بأقل من $500، لأنه فقد قيمته الحقيقية. وأنا وإنت كده لما نتدارى في صليب يسوع، لما نتغطى بدمه، بيبقى لينا تمن وبيبقى لينا قيمة. لكن لما العلاقة تتقطع، لما ننفصل عن يسوع، لا هيبقى لينا تمن ولا هيبقى فينا قيمة.